نقدني الدكتور احمد كاشف الغضاء ببيتي، رجع لي اياها وكنت على رجليها بالله وهو. مريضتها كانت تعاني من التهاب قولون تقرحي، طبعا هذا التهاب قولون تقرحي كانت المعاناه الرئيسيه للمريضه، يسبب لها نزف طبعا دائما يعني شديد بعض الاحيان مع فقر دم مزمن يوصل طبعا الهيموغلوبين من 5 إلى 6 مع اعطاء دم متكرر خلال يعني السنه مع آلام شديدة بمنطقة الحوض والقولون. راجعت بالسمع وراجعت بالنجف وراجعت دكاترة كم واحد ببغداد، راجعت ما اي تحسن، وطيتها بايولوجي، اعطوها اميرون، اعطوها البنتاسه، ما خليت لهم انا اوبر، اعطوها مال بايولوجي ما فادها اي تحسن، ماكو عليه العلاج، ماكو داخله منا ذبه منا، واستمرت هاي المرض 9 سنوات استمرت على هاي الحاله، 9 سنين انا وياها اعاني، انا امها ما خلينا شيء ما سويناه لها، انا اعاني وياها، انا والده، واللي يشعر بالالم هو بس الوالده تشعر بالم بتها، ما خليت بمعاناة مالتي وياها، و9 سنين أنا أعاني وياها، وهذا كله وياها أنا أقول ما يخلى، بس كنت أوقف وما وقفت على رجليها. بعد يعني الفحص السريري والتقييم لحالتها بعد إجراء الناظور قبل العملية تبين عدم استجابة للعلاج يعني البيولوجي والعلاج الطبيعي المناعي، فقررنا إن شاء يعني بعد التحضير إجراء عملية رفع القولون والمستقيم، قبلنا رفع القولون والمستقيم مع تنفيه الأمعاء الدقيقة، وإن شاء الله من بعد 3 إلى 4 أشهر نشيك حالتها ونقيم حالتها، إن شاء الله إذا الأمور زينة راح نغلق لها وترجع على حياتها الطبيعية. ورا كم شهر بقى هو يتابعني، انا ما ترى بقى هو يخابرني، الله شاهد، هو بقى يتصل بي، ها سويتي شنو وضع بنتك، اكلتيها شربتيها، شنو وضع مالتها الداخلي الخارجي، بقى هو يسالني، هو يتصل علي على الواتساب، فبقى اخذنا لنا كم شهر بقى هو يتصل علي، لما جبت لي اياه قال لا ارجع المسار الها انا. اليوم إن شاء الله أنجزنا المرحلة الثانية لمريضتنا رقية، دي كانت تعاني من التهاب القولون التقرحي المزمن. العملية السابقة كانت قبل 4 أشهر، كانت رفع القولون المستقيم بالناظور. اليوم إن شاء الله أنجزنا العملية الثانية وهي غلق كيس الأمعاء الدقيقة أو الفتحة الجانبية اللي عملناها قبل 4 أشهر لترفيه الأمعاء، والحمد لله والشكر. إن شاء الله المريضة راح ترجع على حياتها الطبيعية، آلام إن شاء الله راح تكون قليلة أو تكون معدومة، نزف إن شاء الله يكون معدوم عن طريق المقعد، وراح يكون الخروج إن شاء الله عن طريق المسار الطبيعي عن طريق المقعد بدل الفتحة الجانبية والكيس كيس الخروج أو كيس الأمعاء الدقيقة. يعني حامل الإنسان الشهادة الإنسانية كلها بماشي، من إنسانية الشهادة الدكتوراه مرقته، من إنسانيته إنسان ذهب، والذهب والله قليل عن وصفه، أنا ما أقدر أوصفه، ذهب قليل بحقه، إنسان صحيح متألق راقي من أخلاق، يعني يعطي مجال للمريض، حمل شهادته من كل الجوانب. الحمد لله هسه لما عدها الف الحمد لله، علاج قطعناه ماكو، لا بيولوجي ولا الاميرون، والاكل نعمل الحمد لله والشكر، ووضعها هسه زين جيد جدا الحمد لله، الف الحمد لله من الله وايد الدكتور احمد كاشف الغطاء، والله ما حد انطاني بها نسبه، كل من يقول لي ما انطيك بها نسبه، عمليه ما تنجح البغداد الطوني، قال ما انطيك بها نسبه لان عمليتها ما تنجح، ما تلقى، وفتح هو سوى ليها عن ناظور، يعني غير الدكتور يفتح لي اياها فتح بطنها، بس هو ناظور سوى لي اياها، رفع القولون والمستقيم بناظور سواها لي،
والحمد لله والشكر هسه جيد جدا وضعها، وهي عمرها 23 سنه هسه. قبضت ويا العمليه مالتها، اخر عمليه مالتها قبض لها عمرها 23 سنه، والف الحمد لله والشكر. اللي ما اجازي انا دكتور احمد كاشف غطاء، ما اجازي. رجعوا لي رقيه، رجعوا لي بنتي واقفه على رجليها.